عايزين نطمن عليك. احنا شايفينك في مباريات الثلاثه اللي فاتوا مستواك عالي كتير. المباريات الوديه الثلاثه امام بتروجيت ونجوم المستقبل وفريق الشباب النهارده بتظهر بمستوى كويس، بتبدا باول مباراه وبتجيب جوان. الثلاث جوان يا كابتن في 3 ماتشات. لا انا جبت جول بس النهارده. جول بس كان مستواك حلو في الماتش اللي فات. الحمد لله. ايه السر يا كابتن؟ مفيش، هو طبعا الواحد ابتدى يعني المدرب الجديد مدي للعيبه كلها الثقه ان هي تبقى براحتها يعني في الملعب، وشايفين في تكتيك وراجل كويس وبيعمل اللعيبه كويس، واللعيبه كلها نفسها يعني احنا مزعلين الجماهير ونفسنا ان احنا نفرحهم وعايزين نعمل اي حاجه، بس طبعا الظروف كلها ما كانتش مساعدانا الفتره اللي فاتت، وحتى بطوله افريقيا الماتشات كانت جايه علينا صعبه، فاحنا يعني ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه الماتش الجاي بحيث ان احنا نقدر نصالح الجماهير. ممكن نقول ان مباراه القمه القادمه مولد جديد لاسلام عوض في الزمالك؟ ربنا يسهل ان شاء الله. احنا يعني بنتمرن كويس وان شاء الله انا وزمايلي نعمل ماتش كويس وتكون بدايه كويسه ليا ان شاء الله. كابتن، غياب اكتر من لاعب في الاهلي ده ممكن ياثر على الزمالك او يخليهم يعني يكون فرصه افضل لتحقيق الفوز بسهوله؟ مفيش شك ان لعيبه الاهلي اللي مش هتلعب طبعا هتبقى مؤثره، بس طبعا يعني النادي الاهلي عندهم لعيبه كتيره ويقدروا يلعبوا، ما يبقاش في فرق كبير يعني. واحنا اهم حاجه ان احنا نكسب، لان احنا برضو ما نبقاش طالعين من بطوله افريقيا بشكل يعني نقطه مش كويس يعني. ايه اللي ممكن تقوله لجمهور الزمالك قبل المباراه دي؟ والله احنا كلاعيبه احنا زعلانين قوي من جمهور الزمالك في ان احنا اول حاجه يعني انا اول مره اشوف الجمهور كده من ساعه ما جيت طبعا من ساعه ما جيت، وانا دايما كنت بتكلم على جمهور نادي الزمالك ان هو من اسباب انضمامك للزمالك بالظبط. فطبعا اللي حصل لنا الماتش اللي فات ده كان ضغط علينا، احنا كان نفسنا نعمل اكتر من نكسب الماتش اللي فات وعايزين نعمل حاجات كويسه، بس طبعا ما احنا نفسيا ما كناش مؤهلين كمان، اتبهدلنا طبعا طول الماتش. فاحنا برضو اللعيبه زعلانه من الجماهير ونفسنا ان احنا نصبروا علينا شويه، لان هم برضو طالبين حاجات في ظروف ما فيش كوره وما فيش اي حاجه وعندنا مشاكل دايما ونفسنا ان احنا نطلع منها، فطبعا لازم يصبروا وان شاء الله الدوري يتلعب وان شاء الله الفرقه كويسه وبقى عندنا لعيبه كتيره كويسه ويقدروا نبقى ان شاء الله قريبين من بطوله الدوري ونقدر نحقق ان شاء الله كابتن، وان شاء الله مباراه الاهلي نستناك بجون ان شاء الله باذن الله.